السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اول رجب، كل سنه وانتم طيبين. فيديو النهارده هعمل معاكم الحجازيه الاسكندراني، حاجه حلوه لذيذه جدا بتدوب في البق. لو بتعمليها لاول مره هتطلع ناجحه معاكي وهتعجبك جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هحضر الخميره. عندي معلقه كبيره من الخميره، عليها معلقتين كبار من السكر، وعليهم نص كوبايه ميه دافيه، واقلبهم كويس واغطيهم واسيبهم على جنب لمده 10 دقايق. هبتدي اعمل عجينه الحجازيه. عندي كوبايتين من السميد اللي هو دقيق البسبوسه، بستخدم الدقيق السايب اللي من عند العطار، معلهوش اي اضافات. وهضيف عليهم كوبايتين من الدقيق، وبنخل الدقيق طبعا قبل ما انزله. بستخدم نفس الكوباية اللي عايرت بيها السميد، هي اللي بعاير بيها الدقيق عشان المقادير تكون مظبوطة. وهحط عليهم ذرة من الملح وبقلبهم كويس مع بعض. وهضيف عليهم كوباية من السمن. السمن هنا دافي، يدوب مسيحة السمن على النار لغاية ما تفك. ممكن تستبدلي كوباية السمن بنص كوباية من الزيت وعليها نص كوباية من السمن لو حابة يعني. وبقلب كويس السمن مع السميد والدقيق. وبعدين هشيل المعلقة وابتدي استخدم ايدي، ببس السمن مع الدقيق. لازم كل الدقيق يتشرب ويتغلب بالسمن كويس. هنا عملية البس دي مهمة جدا لنجاح الحجازية. وخلاص كده كل الدقيق اتغلب بالسمنة. هضيف الخميرة واقلب كويس وابتدي اعجن لغاية ما العجينة تتماسك وتوصل للقوام المطلوب اللي انا عايزاه. العجينة هتكون متماسكة نوعا ما، هوريها لكم دلوقتي. هنا بعد ما العجينة امتصت كل المواد السائلة، لقيتها لسه غير متماسكة مفرولة زي ما انتوا شايفين. فهضيف شوية من المية او اللبن زي ما تحبي. بضيف المية شوية شوية كده وببدأ اعجن لغاية ما تتماسك معايا. هنا برضو لسه العجينة محتاجة شوية مية تاني، لسه مفرولة. فهضيف يعني حوالي معلقة من المية وبعجن تاني لغاية ما المية تختفي والعجينة تشربها. كده تمام، مش محتاجة مية تاني. خدت حوالي ربع كوباية مية. زي ما انتم شايفين العجينة خلاص تماسكت. كده العجينة اخدت معايا كوباية الا ربع من المية، نص كوباية الاول مع الخميرة وربع كوباية مع العجن. انتي ممكن تكتفي بنص كوباية بس، لان طبعا عارفين كل دقيق بيختلف عن التاني في امتصاصه للسوائل. العجينة لينة مش ناشفة عشان اقدر اشكلها بسهولة. هغطيها واسيبها على جنب تخمر، يعني حوالي من ساعة لساعة ونص. العجينة دي بتحتاج مدة تخمير طويلة. هعمل دلوقتي حشوة الحجازية. عندي كوباية من دقيق السميد، عليها كوباية الا ربع من السكر، وبضيف عليهم معلقة ونص من القرفة، معلقتين من الكاكاو الخام. وبقلب كويس كل المكونات دي مع بعض. وبضيف عليهم معلقتين 3 من السمن. ويا سلام لو سمن بلدي تديها طعم وريحة جميلة جدا. وبقلب كويس لغاية ما السمن تتوزع مع كل المكونات دي. وبضيف كده حوالي 3 معالق من المية، بنزل بيهم بالتدريج وبقلب كويس. انا عايزة الحشوة تكون زي حبات الرمل المبلول. وده قوام الحشوة المطلوب. خلاص كده بقت متماسكة، بس في الوقت نفسه مش جامدة، يعني لما اضغط عليها بالمعلقة تحس انها متماسكة لكن هي مفرولة. وده شكل العجينة بعد التخمير. هي مش بترتفع قوي زي باقي المعجنات. بقسمها لنصين متساويين بالشكل ده. عندي هنا كيس من اكياس التلاجة، بفتحه بفرده بالشكل ده عشان يسهل لي فرد العجينة. وباخد جزء من العجينة اللي انا قسمتها، هلين العجينة واطريها بين ايدي عشان سهولة الفرد.
وابتدي افردها على شكل دايرة، شكل الصينية اللي انا هخبز فيها، وهحط من فوقيها كيس بلاستيك عشان سهولة الفرد، وهبتدي افردها بالنشابة. بتتفرد معايا بمنتهى السهولة، والكيس البلاستيك بيخلي سطح العجينة ناعم جدا. كده خلاص تمام، فردتها على قد الصينية اللي هخبزها فيها، لو طلعت كبيرة شوية مش مشكلة. وهنا انا محضرة الصينية بتاعتي وبدهنها دهنة كويسة كده بالزيت، وبحط العجينة في قاعدة الصينية وبظبطها بايدي، بضغط عليها وبسويها كويس. والعجينة الزايدة برفعها كده على احرف الصينية، دي هتفيدني ان الحشوة ما تلزقش في الصينية وتتحرق. بساوي كده وبضغط بايدي عشان لو في اي هوا زايد يخرج. وبعد ما فردت العجينة وظبطتها هنزل بقى عليها بالحشوة، اوزع الحشوة بالتساوي، وبضغط على الحشوة بظهر المعلقة عشان تكون متماسكة ويكون شكلها حلو بين الطبقات. هفرد الجزء التاني من العجينة بنفس الطريقة، الأول بطريها وانعمها بين ايديا، وبعد كده كيس بلاستيك من تحت ومن فوق وبفردها على شكل دايرة. طريقة سهلة جدا. مش عايزين ننسى تحية لكل أهل اسكندرية الجمال على الحاجة الحلوة الجميلة دي. خلاص كده اتفردت على شكل دايرة، هرجع احطها على الحشوة واراعي ان انا اغطي بيها كل الحشوة واسويها كويس، ولو في زيادة في العجين بظبطها بالشكل ده، وبضغط على الجوانب علشان اظبطها والحشوة تتغطى كويس. وبالنشابة بمشي كده بالراحة فوق سطح الحجازية عشان اسويها. ولو مش موجودة عندك النشابة الصغيرة او مش هتعرفي تستخدميها فوق سطح الصينية، ممكن تستخدمي ظهر معلقة وتسوي بيها بالشكل ده. وبعدين بجيب كيس بلاستيك وبحطه فوق سطح العجينة، وبإيديا كده ببتدي انعم سطح العجينة. واخر حاجة باستخدام الشوكة بعمل اشكال على سطح الحجازية، خطوط بالطول وخطوط بالعرض. وبقطع الحجازية لقطع بالسكينة، القطع هنا صغيرة او كبيرة زي ما انت عايزة. وهسيب الحجازية ترتاح مدة 10 دقايق لغاية ما اشغل الفرن ويسخن. هنا بعد ما ارتاحت 10 دقايق انا مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، درجة 200. هحطها في الرف الاوسط، وبعد 10 دقايق بالظبط بهدي الفرن على درجة 180. وبراعي دايما ان انا كل 5 دقايق بحرك الصينية عشان تاخد لون موحد. واول ما تبتدي تاخد لون من الجوانب بشغل لها الشواية حوالي 5 دقايق تاخد لون ذهبي من الوش. بتاخد معايا في الفرن من 30 ل 40 دقيقة. وده شكل الحجازية بعد ما طلعتها من الفرن وسبتها تهدى شوية، اللون مظبوط جدا والطبقات شكلها حلو متماسكة. افتحها كده واوريلكوا، شايفين شكل الطبقات؟ احلى حاجة فيها انها خفيفة، مختلفة عن الحلويات الشرقية المسقية بالعسل، وكمان بتدفي في الجو البرد اللي احنا فيه ده، بتدخل على القلب. اتمنى الفيديو عجبكم وتجربوها بجد مش هتندموا. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.